خليكم معانا النهارده هنشوف خلطة القرنبيط. هي سهلة وبسيطة جدا. هي دقيق، هنقول كم معلقة دقيق. خضرة، الخضرة عبارة عن شبت، بقدونس، كزبرة. الخضرة شبت، بقدونس، كزبرة. ملح، كمون اساسي عشان يهضم، لان الكمون بيساعد على الهضم. سنة فلفل صغيرة. البيض 5 بيضات بتبدأي بيهم، وبعد كده لو عاوزة تزودي زودي. بتحطي توم. ادي خلطة القرنبيط بتاعتنا. القرنبيط لازم تعرفوا ان القرنبيط لازم يتغسل من قبل ومن بعد. ازاي بقى؟ يعني انا اول لما اجيبه بروح ماسكاه، بيبقى اشيل الراس بتاعته كويس زي كده، واروح غسلاه كويس، لان بيبقى فيه ورق اخضر زي ما انت شايفه كده، بيبقى جواه فيه تراب وفيه طينه، ما بيبقاش نضيف. ولو حطيتيه السلق كده مباشره هي الميه هتبقى وسخه وهيتسلق في ميه وسخه، فلازم تغسليه الاول، مش تفرطيه وتغسليه، لا اغسليه زي ما هو، لان انت ليه طريقه في السلق هقول لك عليها. عاوزين نقول للست مبيسه تابعينا عشان حماتك ما تزعلش منك. هتحطي البيض، انا قلت ابداي ب5 بيضات عشان تبقى العجينه مفتحه وحلوه وهايشه. هنحط لازم كمون، القرنبيط ما يمشيش من غير كمون، وملح، هتحطي الثوم، هتحطي الخضره. الخضره قلت كزبره، شبت، بقدونس. هنحط بقى الدقيق حسب ما العجينه، ما تعمليش العجينه خفيفه عشان ما تسقطش منك وما تعرفيش تحطي الحته وتطلعيها، لازم العجينه تكون ملفوفه شويه. هنقلي دلوقتي البطاطس، بس هنعمل الاول هندوب الدقيق. وانتي حطيتي الدقيق كده لازم تزودي شويه ميه. اما تيجي تحطي القرنبيط في الخلطه الدقيق بيرقد تحت، فلازم اما تيجي تعملي تقلبيه. حطينا القرنبيط اهو. ممكن انت بقى تاخدي القرنبيط وتحطي في الخلطه عشان يشرب شويه، وتحطي من الخلطه على الزيت زي ما انت شايفه كده. ما تسيبيش القرنبيط يتحرق، طلعيه لونه كده حلو. في فرق بين